بقى يا عم فيتوريا، النهارده بالذات مش عايزين اختراعات. النهارده بالذات مش عايزين اختراعات. النهارده مباراه ما فيهاش تعادل، يا مكسب يا تروح على بلد. واحنا مش عايزين غير المكسب. تعادل وضربات جزاء مش ناقصين. احنا مش ناقصين تدمير اعصاب وحياة ابوك، وتبدا بتشكيله كويسه. سيبك من النني ده خالص، النني ده اركنه على جنب. اركنه على جنب، مش هينفع معانا الايام اللي جايه. ابدا بقى في نص الملعب بحمدي فتحي، مروان عطيه، وقفل نص ملعبك كده وهتلعب رايق. العب قدامهم بزيزو، العب قدامهم بمرموش. اهم حاجه تلعب بحمدي فتحي ومروان عطيه، ما تقلش النني خالص. النني يلعب في المباراه ديت مش هينفع. وحته بقى التعادلات وغيره، اتحاد الكوره ده بحلك عجل. انت عايز ايه تاني؟ ده بحلك عجل ومش هتتعادل. هم حطوا في دماغهم خلاص ان هم مش هيتعادلوا. اهم حاجه النني ما يلعبش في نص الملعب. ويا ريت يا ريت تلعب مرموش في نص الملعب، وعلى اليمين زيزو، وعلى الشمال تريزيجيه، وقدام مصطفى محمد الراجل ابن الراجل على رأي ابراهيم فايق. طبعا ورا مفيش بديل عن احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، وعلى اليمين محمد هاني، وعلى الشمال محمد حمدي. دي التشكيله التمام. واحنا عارفين طبعا اصابه الشناوي هيلعب ابو جبل مكانه، ورب يتكرر السيناريو بتاع 2021 وناخد البطوله. انما النني يلعب بلاش، وحياة ابوك ده بطوله حياه وموت. دي ما فيهاش تعادل. ما فيهاش تعادل هتروح لضربات جزاء، واحنا مش ناقصين. عايزين نكسب مباراة من اول البطولة. بس كده، يلا سلام.